يعني ربما البعض يتساءل أنه بعد ظهور تنظيم داعش، بعد سيطرته على الكثير من المناطق، الموصل، تكريت أو محافظة صلاح الدين بشكل عام، المناطق التي سيطر عليها في العراق وحتى في سوريا مساحات واسعة، بعد يعني بدء العمليات العسكرية ضد التنظيم، يعني اختفى تنظيم داعش إعلاميا تماما عن الساحة، وبدأ يتقلص نوعا ما دوره الإعلامي. هل هذا نعم. بداية الانكسار لهذا التنظيم كي ينتهي، وأنت تقول أنه لا ينتهي أبدا؟ نعم، أنا لا أؤمن بأنه ينتهي. كذلك كانت طالبان اجتاحت أفغانستان كلها إلى وادي بانشير خلال سنة أو سنتين. بقى أحمد شاه مسعود رحمه الله في وادي بانشير وفي بدخشان في أعلى شمال أفغانستان، وطالبان كانت تحكم أكثر من 90% من أراضي أفغانستان. ومع ذلك عندما هاجمتها القوى الدولية خسرت كابول، خسر النظام، ولكن بعد ذلك بقى، ثم لملمت جراحها ومن جديد بدأت تظهر، وما زالت هي القوة المسيطرة أيضا على المعارضة الأفغانية. فبالنسبة لتنظيم الدولة، ممكن أنا في اعتقادي تنظيم الدولة يتراجع فكريا، يتراجع عقائديا، لأن ما تبنته الحركة الوهابية في شكل فيصل الدويش، والذي يتبناها الآن تنظيم الدولة تماما 100%، لكن هي أيضا نجحت مع قبيلة السعوديين في إنشاء دولة السعودية. لكن بالنسبة لتنظيم الدولة أراد أن ينشئ دولته بمفرده، وتنظيم الدولة لا يؤمن بتعدد الرؤى. لكن هو أيضا كفر السعودية في يعني أوقات سابقة. لا، عادي، يعني أمر عادي. إذا هو كفر القاعدة فتكفير السعودية يعني هو ليس فقط عندهم، عند آلاف من الناس الآخرين النظام السعودي نظام كفر. فبالنسبة لهم تكفيرهم للسعودية أو للحكام أو لعلماء يدورون في فلك الحكام هذا أمر يعني أصبح عاديا. لكن إذا كانوا يكفرون القاعدة وهم كانوا كلهم في جماعة واحدة ثم اختلفوا وانشقوا، فهذا أغرب. وأعتقد يعني إذا تراجعوا عن مثل هذه الأمور يزيد احتمال بقائهم ويزيد ما أقول عنهم في بقائهم. طيب.